نتمنى من أصحاب هذه الدول ركزوا منيح واسمعوا. السلام عليكم وتحية لكم. واليوم سنتحدث معكم بموضوع جدا خطير ودقيق، وهناك مشروع أمريكي في المنطقة يحضر له البعض. ونظرا لحساسية هذا الموضوع ودقة هذا الموضوع وخطورة هذا الموضوع، سأقوم بقراءة التفاصيل عن الورقة لإيصال المعلومات الدقيقة. في إطار مواكبة الحرب الأطلسية على روسيا، ومع وقوف عدد غير متوقع من الدول في موقف العداء لهذه الحرب، ولأن دول مثل تونس، الجزائر، جنوب أفريقيا، الهند، البرازيل ودول أخرى كثيرة انخرطت في علاقات إيجابية مع روسيا دوليا، وفي علاقات تكاملية تصالحية مع سوريا عربيا، أطلقت دوائر الحرب الأمريكية موجة جديدة من فعاليات الحروب التخريبية التي ستشمل الإعلام واستغلال المشاكل الداخلية ومزاعم حقوق الإنسان في محاولة للإساءة إلى بعض الزعماء من هذه الدول، واستهداف هؤلاء الزعماء شخصيا بالترهيب والابتزاز، وإن لم يخضعوا فكذلك بالعبث بالوضع الداخلي والعقوبات الخارجية. رأس هذه الحرب وهذه الموجة الجديدة هي منظمات عربية، منظمات أوروبية تابعة للصهيوني جورج سوروس، التي شكلت مؤخرا غرف عمليات لاستهداف تحديدا كل من تونس والجزائر، تحديدا تونس والجزائر وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل. هنا ما يهمنا في لبنان أن لا يتكامل كما جرت العادة عند البعض عملاء سوروس في لبنان بما يسمى أو ما يسمون بالمجتمع المدني، وأن يسيئوا إلى الدول العربية بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان وما شابه ذلك، حيث المطلوب منهم التكامل مع منظمات سوروس الأوروبية، خصوصا تلك التي تنطلق من سويسرا، فرنسا، هولندا وكذلك فرنسا. وهنا نتحدث بالتفاصيل وبالمعلومات، وهنا الشيء الخطير. يعني سيكون اجتمع المدير الإقليمي لما يسمى مجتمع سوروس المفتوح مع واحدة من السياسيات اللبنانيات المشهورات يا حبيبي بكونها إعلامية سابقة في مجموعة 14 آذار، والتي خانت رب عملها أثناء أزمته مع إحدى الدول الخليجية. تم تقديم استقالتها بعدها من العمل في خدمة بن علي في تونس، وكذلك القذافي في ليبيا، وحلفاء أمريكا في لبنان، حيث استلمت المذكورة مبلغ كبير من الأموال، مئات آلاف الدولارات، لشن حملة بالتزامن مع حملة أوروبية ضد رؤساء تونس بن سعيد وكذلك الرئيس الجزائري. وسيشارك في تلك الحملة كذلك مواقع إلكترونية معروفة بالتعامل والتعاون ودعم كيان الاحتلال الإسرائيلي، ولديهم الكثير من الملفات في هذا السياق، خصوصا تلك السياسية التي نتحدث عنها، وهي شريكة بالكامل مع الجاسوسة التي اختطفت في العراق وأعلن عنها كيان الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية. وللمعلومات، هذه السياسية كانت ترافق هذه الإسرائيلية عندما زارت لبنان وجالت في بعض المناطق في لبنان. وهنا إننا من الموقع الوطني نحذر الشعب اللبناني والدولة اللبنانية ونلفت الانتباه من هذه السياسية ومن معها الذين يحاولون الاصطياد بالماء العكر، ومن صبيان سوروس
التطاول على أي دولة هو تطاول على لبنان. صح. وكما كنا حريصين على سوريا وشعبها، نقول للشعب الجزائري والشعب التونسي الشقيقين ولزعماء البلدين المشهود لهما بالوقوف إلى جانب القضايا العربية والقضية الفلسطينية وضد المشاريع الصهيونية في المنطقة، نقول بأننا سندافع عنكم لأننا منكم ولأنكم منا. وأي لبناني يشارك في هذه الحملات مع سوروس ضدكم هو خائن، وسنقوم بفضحه وبالأسماء وبالأرقام وبالتواريخ. وسيكون لنا إطلالة أخرى لنتحدث بتفاصيل أخرى. تحياتي. برافو عليك يا حسام.